السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الموسوعة الشاملة للنساء. في الأسبوع 22 من الحمل يبدأ اللباء بالتسرب من الثديين. اللباء هو مادة صفراء اللون وقشدية التركيب، تشكل أول غذاء للطفل بعد الولادة لمدة 3 أيام، وبعدها يبدأ ثدييك بتكوين الحليب. يبدأ الثديان بتسريب اللباء، ويستمر وخز وألم الثديين اللذان يكبر حجمهما بحلول هذا الأسبوع. إذا كنت تشعرين بتجدد في حيويتك وطاقتك، لا ينبغي أن تغريك حالتك هذه لتجنب بعض الوجبات، فأنت ما زلت بحاجة إلى أطعمة نشوية وإلى نخالة القمح من أجل منع تقلبات في معدل سكر الدم، وهي تقلبات تسبب لك الوهن والضعف، بل وأن هذه التقلبات تؤدي بك إلى توحمات لأطعمة أقل تغذية سكريا. هنا بطنك يكبر حجما، وبالتالي هناك حاجة لعدد من قطع الملابس الحمل الأكثر راحة. في هذا الأسبوع قلبك يزداد نبضه بحوالي 10,000 مرة كل يوم، لذلك تحسي بضيق وصعوبة في التنفس. تشعرين بقليل من الراحة مع تلاشي الغثيان ودوخة الصباح. نصائح وإرشادات لك سيدتي: عليك بصدرية داعمة للثديين، وقد تحتاجين صدريات أكبر حجما حيث مرحلة تقدم الحمل بشكل مضطرد، لأن ثدييك سوف يكبران بسرعة كبيرة، ولذلك اشتري أكبر من مقاسك الحالي. لا تشتري الكثير من ملابس الحمل، لأنه بعد الولادة لن تستطيعين أن ترتديها إذا كنت سوف ترضعين طبيعيا. تظهر أوردة الدوالي أي عروق الدم عند الأسابيع ما بين الأسبوع 20 إلى الأسبوع 24، وعليك حينها بوضع لفات ورباطات داعمة. وارفعي رجليك كل يوم بحيث يكون أعلى من جسمك لمدة 15 دقيقة حتى تتجنبي ظهور الدوالي. أما بالنسبة لجنينك فطوله 27.8 سنتيمتر، فهو بحجم حبة الخيار، وزنه 430 غراما. تزداد بشرته نموا، وهناك مادة بيضاء قشدية التركيب يطلق عليها برنيق تحمي جلد الطفل من تسلل السائل الأمنيوني. تنسجم ساق الجنين في طولهما مع حجم جسمه. تكون أصابع قدمه في مراحل نموها الأولى. رأسه تغطيه طبقة شعر خفيفة لكي تحفظه عند درجة حرارة ملائمة. عيناه لا تزال مغلقة، ولكنه يستطيع أن يدرك ويحس بالضوء، بل أنه يتحرك ويتعقب الضوء. جربي بأن تحضري مصباح، وضعيه على بطنك وامسحي على بطنك قبل ذلك، وسوف ترين أنه يتحرك نحو الضوء الموجه على بطنك، لكن من الأفضل ألا تثيري خوفه. يبدأ عمل جهازه الهضمي. هذا هو شكل جنينك في هذا الأسبوع. نسأل الله تعالى لك ولادة سهلة ويسيرة، وأن يرزقك الذرية الصالحة إن شاء الله. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.